السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله تعالى اللي غادي يكون مقتضب، وغادي نحاول نتحدثوا على واحد الموضوع مهم اللي هو واحد الوثيقة كتسمى الاعتراف بدين. هذه الوثيقة ديال الاعتراف بدين يعني انني لا بغيت نوثق واحد العلاقة ديال السلف بيني وبين واحد الشخص، ما يمكنش ليا بطبيعة الحال نوثقها بواحد الشيك، لأن يعني التصرفات القانونية والقانون طبعا كيمنع عليك أنك تعطي واحد الشيك على سبيل الضمان، وإلا عطيتيه عندك عقوبة قانونية كيحددها لك القانون. بالتالي يعني هاد الوثيقة اللي كتسمى الاعتراف بدين هي واحد الوثيقة خولها لك المشرع وخولها لك القانون بغية ماذا؟ باش أنك تقدر ديك الوثيقة أو عفوا ديك العلاقة ديال الدين اللي عندك مع واحد، سواء كان هذا الشخص يعني شخص عادي او لا كان عبارة على واحد المؤسسة. بالتالي انا كشخص خاصني ندير هاد الوثيقة ديال الاعتراف بدين. بالتالي يعني كاين اللي كيسولك كيقول لك اودي درتها هاد الوثيقة على مدة عام او عامين وداز هاد المدة هادي، واش باقي عندي الحق نطالب بهذا الدين هذا ونطالب بحقي؟ خصك تعرف بأن المعاملات يعني المالية أو عفوا المعاملات المدنية، عفوا الأجل ديال التقادم اللي حدد ليها المشرع هو 15 سنة. السند القانوني هو الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. بالتالي اللي عنده شي حق، اللي عنده شي وثيقة ديال يعني الاعتراف بدين، واخا يدوز الأجل ديالها اللي هو مثلا عام أو عامين أو 3 سنين، ممكن طالب بها مادام أنها ما دازش عليها أو ما دازش عليها المدة ديال 15 سنة. هذه هي المعلومة ديال اليوم. كنتمنى أن الفيديو نال الإعجاب ديالكم. نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.